السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديوهات اللي فاتت احنا اتكلمنا عن الأوراق المطلوبة للسفر لألمانيا ورقة ورقة، وازاي بتحضرها وبتجيبها منين ومنين بتوثقها وكده، واتكلمنا كمان عن السنة التحضيرية وازاي تتغاضى عنها وكل المواضيع دي. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا انا قلت لكم هعمل عنه فيديو، وهو الموتيفيشن ليتر اللي هو او خطاب التحفيز. الموتيفيشن ليتر ده من اهم الأوراق اللي بتحتاجها للسفر في ألمانيا أو لأي مكان تاني. ومش بس بتحتاجها في السفر، كمان بتحتاجها في تقديم على الجامعة وتقديم على السفارة، وحتى كمان لما بتيجي هنا تقدم على شغل تحتاج الورقة دي. فلازم تاخد بالك جدا من الورقة دي، لأن دي أهم ورقة من الأوراق. يعني ممكن بسبب إنك أهملتها أو كده الجامعة ترفض أوراقك أو السفارة أو كده. فالنهاردة هقول لك 10 نصايح تعملها وأنت بتعمل موديفيشن ليتر، وأنت كده إن شاء الله هتبقى في السليم. بس قبل ما أبدأ كده إن شاء الله سوي سبسكرايب، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم فيديوهات. بعمل دايما فيديوهات عن السفر في ألمانيا لو انت مهتم، وكمان قريبا هعمل يعني فيديوهات عن حياتي الشخصية هنا، اليوميات عن الحياة في ألمانيا، الفلوج يعني اليومية وكده. يلا بينا ندخل في الموضوع على طول. نخش في الموضوع. أول نصيحة، اوعى تجيب نسخة جاهزة من على النت. اوعى تجيب نسخة جاهزة أولا وتحاول تعدل فيها، تغير حجم الخط، تغير اللون، تغير الكلام المكتوب. هتقفش في الاخر وهيتعرف انك جاي من على النت. دي اول نصيحة، لان في ناس كتير عملت كده ولبست في الاخر في الحيط. فدي اول نصيحة. فتعالى على نفسك واكتب الموتيفيشن ليتر بنفسك انت، بدوافعك انت. تاني نصيحة وهي اللي هو يعني ان جالك فكرة للموتيفيشن ليتر في اي مكان سجلها واكتبها، ولما ترجع البيت اكتبها في الموتيفيشن ليتر بتاعك. يعني اللي هو يعني هتجمع افكار في كل الاوقات، اي فكره تيجي في دماغك اكتبها، وبعد ما ترجع البيت لو انت بره البيت اكتبها في الموتيفيشن ليتر. تالت نصيحه واللي هي انك تخليك صبور جدا على الموتيفيشن ليتر ده، لان الموتيفيشن ليتر انت مش هتعمله في يوم ولا اتنين او كده، لا انت تقعد بالاسبوع بالاسابيع، ممكن توصل لشهر عشان تعمل موتيفيشن ليتر كويس. وكمان خليك عارف انك هتعدل فيه كتير، يعني انت هتعدل في الموتيفيشن ليتر بتاعك كتير عشان يبقى يطلع بصوره مثاليه. النصيحة التالتة يعني خليك صبور جدا على الموتيفيشن ليتر بتاعك. النصيحة اللي بعد كده واللي هي النصيحة الرابعة، حاول تتكلم عن الإيجابيات، يعني حاول تكتر من الإيجابيات. يعني مثلا لو أنت هتتكلم عن بلدك ما تتكلمش بطريقة مش كويسة. يعني أنت لو هتتكلم عن بلدك ما تقولش إن التعليم عندك سيء، وإنك مظلوم في الكلية ومظلوم في الثانوية بلا 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 والكلام من ده، وإن ألمانيا هي المنفذ الوحيد للعقلية الجامدة جدا دي وكده. لا ما تعملش كده خالص. من الاخر ما تحاولش تقارن بين المانيا ومصر خالص في الموتيفيشن ليتر، ولو اضطريت انك تقارن يعني هتقارن ما بين الحلو والاحلى. دي نصيحه رقم 4. والنصيحه الخامسه اللي المفروض كنت اتكلم عليها في الاول، اللي هي يعني ايه الموتيفيشن ليتر ده، انا هكتب فيه ايه. الموتيفيشن ليتر ده انت هتكتب فيه يعني دوافعك، انت جاي المانيا ليه. اول حاجه هتبدا اول حاجه بانك تعرف عن نفسك. انا اسمي كذا، عندي كام سنه، إيه بدرس في المكان الفلاني، درست كده. وبعد كده انت بتجاوب على 3 اسئله: ليه المانيا، وليه الجامعه دي، وليه القسم ده بالذات. وبعد كده بتقول لهم خططك بعد الدراسه، اللي هو انت ناوي تعمل ايه في المانيا بعد الدراسه. وفي الاخر بتختم بختمه بسيطه، اللي هو اتمنى اكون يعني شرحت خططي او شرحت دوافعي بطريقه كويسه، وانها تكون وصلتكم ولا بلا بلا. بس في حاجه هنا بقى، وانت بتقول ليه اخترت المانيا ما تلوكش كتير وتقول لهم المانيا عندها احسن جامعات وعندها ولا بلا بلا والكلام من ده. هم اوريدي عارفين ان هم جامدين، يعني عندهم ان هم عارفين انهم يعني. فحاول تختصر، وحتى لو يعني وانت بتتكلم عن المانيا حاول يعني ايه توثق بارقام وكده، وفي نفس الوقت حاول تختصر. النصيحه اللي بعد كده مهمه جدا، واللي هي انك تركز على انجازاتك اكتر من طموحاتك. يعني ايه؟ يعني الالمان بيحبوا اللي عمل مش اللي هيعمل. يعني لما تيجي تتكلم عن نفسك تقول لهم انا درست كذا، انا معايا شهادات في اللغه كذا، انا اتدربت في المكان الفلاني كذا. اللي هو ما تقولهمش انا دلوقتي بدرس في اللغه في مستوى البي 1 وبعمل ماجستير في المكان الفلاني وبعمل بكالوريوس في المكان الفلاني. لا. النصيحه اللي بعد كده خلي الفونت بتاع الكتابه سيمبل، وبلاش يعني اللي هو الزخرفه كتير في ورقه. خلي الورقه بسيطه جدا ومن غير اي فروع نور، من غير اي حاجه في الورقه، خليها بسيطه جدا. النصيحه اللي بعد كده يعني حاول تخلي الكلام ما تخلوش فورمال قوي
وما تخلوش في نفس الوقت يعني فاني قوي لانهم مش اصحابك وكده. حاول تخلي الكلام في الموتيفيشن ليتر يعني بين البنين، وتحاول تختصر وتدخل في الموضوع على طول. والنصيحه الاخيره بعد ما تخلص الموتيفيشن ليتر بتاعك، انت روح لحد متخصص في اللغه يعيد سياق الكلام اللي انت كتبته يعني بشكل افضل من غير اي اخطاء جراماتيكيه او كده. فاللي هو روح لحد متخصص هيظبط لك الليله دي كلها، بل وكمان ممكن يعني يكتب لك الكلام اللي انت كتبته بس بشكل ايموشنال اكتر. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ما تنساش تشوف كل الفيديوهات اللي فاتت تقريبا فيها كل حاجة انت محتاجها للسفر لألمانيا. وما تنساش تفعل زر الجرس وتعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي بنزلها على طول. ولو انت حابين تشوف اللي هو الديلي ستوري بتاعي، انا بنزل يوميات يعني كل يوم ستوري على الانستجرام، تقدر تتابعني على الانستجرام. والسلام عليكم ورحمة الله، واشوفكم في فيديو جديد.